كالعادة كنت بقلب على ميرش انفورمر عشان اشوف افكار جديدة للتيشيرتات، وعجبني قوي النيش بتاع التيشيرتات اللي بتكون للعيلة كلها. والميزة في الموضوع دوت ان انتوا بتعملوا تصميم واحد بس، بتغيروا مثلا بدل كلمة دادي تغيروها لكلمة مامي وهكذا، ويطلع عندكم اكتر من منتج. وكمان الموضوع دوت بيشجع العملاء انهم يشتروا اكتر من منتج عندكم، لان مثلا الام بتجيب التيشيرت وبتكون عايزة تلبس ابنها او بنتها تيشيرت عليه نفس التصميم، وممكن كمان يكونوا بيعملوا فوتو سيشن مثلا او بيعملوا اي حاجه او عندهم مناسبه معينه وعايزين العيله كلها بقى تلبس نفس التيشيرت. فالموضوع بيكون لذيذ وظريف جدا، وفي نفس الوقت موفر للوقت والمجهود. يعني مثلا شوفوا هتلاقوا هنا التيشيرت دوت ميني ماوس للطفل ومامي ماوس للام. التيشيرت دوت مثلا عجبني جدا، وهو ده اللي احنا هنعمله النهارده، اسمه ميمي ماوس، وهنعمل منه بقى نفس الستايل للاطفال والكبار. التيشيرتات دي اصلا سهله جدا، مجرد بس رسمه فيونكه واي خط تكتبوا بيه اي حاجه، براذر ماوس بقى وميني ماوس وبابا ماوس، العيله كلها موجوده في التيشيرت دوت. فحقيقي النيشز العائليه ديت حلوه جدا، وكمان تقدروا انكم تسوقوا لها على انستجرام بسهوله، لان كتير جدا امهات وسيدات بيستخدموا انستجرام وبيتفرجوا على المنتجات اللي موجوده فيه والتصاميم اللي موجوده فيه، وتقدروا بكل سهوله تجيبوا منها مبيعات. فده التيشيرت اللي هنعمله النهارده، يلا بينا نبتدي. بس قبل ما نبدا عايزه اقول لكم ان الاداه اللي انا بستخدمها ديت اسمها ميرش انفورمر، وميرش انفورمر هي اداه رائعه جدا للطباعه بالطلب، تقدروا تشتركوا فيها عن طريق الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف، ولما تستخدموا كود الخصم تحفه وورلد هتحصلوا على خصم 20% على الاشتراك بتاعكم. كمان التيشيرت دوت زي ما قلت لكم موجود على اتسي، بيتباع هنا بالشكل دوت، والشوب دوت جايب مبيعات ونجوم كويسه جدا. مش انفورمر مش بس بتدوروا فيه على التصاميم اللي موجوده على امازون، لا كمان تقدروا تلاقوا فيه التصاميم اللي بتتباع على اتسي. فيلا بينا نبدا ونشوف هنعمل التصميم دوت ازاي. طبعا اول حاجه عملتها ان انا اخدت التصميم بتاعي دوت سكرين شوت، وهفتح ادوبي الستريتور بالشكل ده، وهحط التصميم بتاعي هنا كده عشان بس ابص عليه كل شويه، وهقص بس الصوره بالشكل ده عشان يبقى التصميم بتاعي ظاهر لي، واحطه مثلا على جنب هنا كده. وهعمل لاير جديده، واللاير دي هعمل لها لوك بالشكل دوت. طبعا التصميم دوت موجود على تيشيرت اسود، وانا بصراحه بحس ان التصميم على التيشيرتات السوداء بيكون مريح للعين بشكل كبير جدا. فكالعاده من دوكيمنت سيت اب هنعمل دوت كده باللون الاسود، نختار اوكي ونعلم على سيميوليت كولرد بيبر ونختار اوكي. ممكن تعلق معاكم عادي جدا، هتشيلوا اللاير دي كده ترجعوا تحطوهم تاني، هترجع تاني سودا. او الحل الاسهل ان انتوا تعملوا هنا كده مربع او مستطيل لونه اسود، بس لما تيجوا تعملوا اكسبورت تبقوا تشيلوا ظهور المربع دوت. وطبعا طول ما انتوا شغالين تبقوا تعملوا المربع دوت لوك عشان ما يضايقكوش وانتوا بتشتغلوا. التصميم دوت سهل وبسيط جدا، مكون من 3 حاجات: هو الشكل بتاع الميكي ماوس الصغير دوت، والكتابة اللي هنا، والفيونكة، واعتقد اصعب حاجة فيهم هتكون الفيونكة. فخلونا نبدأ بالصعب الاول. الفيونكة دي تقدروا ترسموها معايا من الصفر او تحملوها جاهزة، انا اللي رسمها من الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف. اول حاجة عشان ارسم الفيونكة دي هختار كده اني ارسم دايرة واحطها بالشكل ده، بس هديها ستروك، ويكون الستروك ده مثلا كده باي لون فاتح، وهعدل على الدايرة بتاعتي دي كده بالكيرفيتشر تول. واحنا زي ما قلنا قبل كده مش عايزين الرسمة بتاعتنا تطلع زي الرسمة تانية بالظبط، احنا بس بوريكم ازاي تقدروا تاخدوا افكار مشابهة وتعملوها. حتى ممكن هنغير في الالوان، نغير في الستايل نفسه، هنعمل دلوقتي الوان مختلفة مع بعض وهنشوف هنعمل كل ده ازاي. بعد كده هجيب البين تول وهرسم بالشكل ده الفيونكة بتاعتي، وهعدل عليها بالكيرفيتشر تول بالشكل ده. ممكن طبعا ارسمها على الورق وانقل الرسمه بتاعتي ديت هنا وارسمها بالبراش تول بالماوس عادي خالص. هنعدل عليها لحد بقى ما نوصل للشكل المناسب للفيونكه ديت. وبعد كده هجيب من هنا كده برضو البين تول مرة تانية، وهعمل الخط اللي طالع من هنا دوت كده، يعني تقريبا طالع من هنا بالشكل دوت. وهختار ان الستروك بتاعه نهايته كده تكون راوند كاب، وممكن كمان ان انا بدل ما هو كده يونيفورم اخليه بالشكل ده، وممكن اطوله كده شوية. زي ما قلنا احنا مش عايزين نعملها زيها بالظبط. ومن هنا كده برضو هدخل الخط ده هنا كده شوية، وهزود له الستروك هخليه 8 زي التاني. وبرضو من هنا كده هخليه راوند كاب تمام، ومن هنا برضو اخليه عامل بالشكل ده، وهقرب منه كده عشان اظبطه في مكانه. هاخد بقى الدايرة اللي بتبقى في وسط الفيونكة ديت واصغرها كده شوية،
ويعمل عليها برضو بعض التعديلات بالشكل ده. انا مش عايزة اعمل نفس الشكل دوت بالظبط، ممكن مثلا اعمل بقى انا دوائر كبيرة كده شوية اهي، مثلا عدل بس على الدايره بتاعتي عشان وكانها يعني نقطه كبيره محطوطه بالقلم اهي، وممكن اصغرها كده شويه، وهخلي بقى التصميم بتاعي شكله مختلف عشان زي ما قلنا احنا مش عايزين نعمل التصميم هو بالظبط. اعلم بقى عليها كده كلها وهحطها كنترول جي كده جوه جروب، وبعدين هختار كنترول سي كنترول اف يعني بيست ان فرونت، وهختار او من الكيبورد اللي هي ريفلكت تول واضغط انتر، وهتاكد دي كده فيرتيكال واقول له اوكي. هحرك بقى دي كده هنا لحد ما تيجي عندي بالشكل ده، وممكن بس الفها كده بالجنب شوية، ودي كمان برضو الفها بالجنب شوية كده. احنا رسمنا اصعب حاجة في التصميم بتاعنا اللي هي الفيونكة بتاعة ميمي ماوس او ميكي ماوس ديت او الفيونكة يعني. دلوقتي بقى هنرسم الرمز بتاع الميكي ماوس دوت. سهل جدا، هنعمل دايرة واحنا ضاغطين شيفت، وبعدين هنعمل دايرة تانية، ناخد الدايرة دي كده نحطها هنا، ونفس الدايرة دي كنترول سي كنترول في نحطها هنا كده متوازية ليها بالظبط. طبعا الدايرتين بقى دول ممكن مثلا نكبرهم كده شوية او نصغرهم، نغير بقى في الكاركتر بتاع ميكي ماوس زي ما احنا عايزين، يعني نظبط حجمهم لحد شكل الميكي ماوس المتعارف عليه بالنسبة لنا بالشكل دوت. ودي كده برضو هعمل كنترول جي احطها في جروب واحطها هنا، ودي برضو بقى كلها كده هعمل منها كده نسخة احتياطي فوق عشان لو باظت مني او ضاعت مني تبقى موجودة هنا كده فوق. هاخد بقى دي كده هنا عشان اشتغل على التصميم بتاعي، احطها هنا كده وهميلها بالشكل ده، وهاخد الشكل بتاع ميكي ماوس دوت وهديله لون مختلف عن الاصفر دوت، وليكن مثلا درجة البيج ديت او البني ديت. كبر ميكي ماوس بتاعي دوت كده وهلفه وهحطه هنا عشان ده اللي همشي عليه بالشكل دوت عشان يظبط لي الشكل بتاعي. ومن يمين هنا كده هتختار الرينج وهقول له send to back برضو، وانا معلمة عليه هختار كنترول 2 عشان اعمل له لوك. اظبط بقى الفيونكة بتاعت ميكي ماوس بتاعتي ديت عايزاها فين، او ميمي ماوس ديت عايزاها هنا. هجيب الشكل بتاع الميكي ماوس دوت كنترول سي كنترول في واصغره بالشكل ده واكرره على الحواف هنا. ممكن اكرره بقى بالمايل، ممكن اصغر حجمه واكبره. الموضوع مفتوح تماما للابداعات بتاعتكم. زي ما انتوا شايفين انا مش بكررهم واحدة واحدة، انا بكررهم في شكل مجموعات، يعني باخد كده كل مجموعة واعملها كنترول سي وكنترول في عشان انجز بشكل اسرع. هنيجي بقى دلوقتي لفقرة الكتابة. والكتابة اللي في التصميم دوت معمولة بخط اسمه والتو جراف. الخط دوت متوفر على ويب سايت دافونت، والمشكلة ان الخط دوت هو فري فور بيرسونال يوز، احنا ما نقدرش نستخدمه بشكل مجاني للاستخدام التجاري، فيا اما ان احنا نشتري الخط دوت ونشتري الرخصة بتاعته من الويب سايت دوت، وهسيب لكم الرابط بتاع الخط دوت تحت في صندوق الوصف لو عايزين تشتروه، او ان احنا عادي خالص ممكن نعمل اي خط تاني ومش هيبقى فيه مشكلة ومش هتبقى فارقة زي ما انتوا فاكرين. ممكن بقى هنا كده اكتب بقى ميمي ماوس، والخط اللي انا هستخدمه في التصميم بتاع النهاردة اسمه باسيفيكو ريجولر، والخط دوت متوفر بشكل مجاني تماما، وتقدروا تحملوه برضو من الرابط اللي موجود تحت في صندوق الوصف. هتلاقوا بوست المدونة في كل التفاصيل، الخطوط نحملها منين بشكل مجاني، باليتة الالوان اللي انا هستخدمها، واي حاجة انا مستخدماها هنا تقدروا تحملوها ازاي. هجيب بقى الكتابة بتاعتي ديت هنا كده واصغر الخط شوية عشان اشوف هحطها فين بالظبط، وهعمل لها لوك بالشكل دوت، وامسح بقى اشكال الميني ماوس اللي موجودة تحتها. بعد كده هعمل من هنا كده unlock all، وهشيل دي وممكن دي ودي كده اعلم عليهم واصغرهم شوية، كذلك برضو دي اصغرها كده شوية. ودلوقتي بقى نيجي لأحلى فقرة وهي فقرة اختيار الألوان. اخترت بقى باليتة الألوان ديت كده وهبدأ ان انا ألون. انا عايزه اعمل تصميم مختلف عن دوت. انا سهل جدا بالنسبه لي ان انا بالاي دروبر تول اخد الالوان اللي موجوده هنا، وهتلاقوا باليتة الالوان بتاعه التصميم الاصلي موجوده برضو في البوست اللي موجود على المدونه، وهتلاقوا الباليتة اللي انا هستخدمها النهارده موجوده برضو في البوست اللي على المدونه. تقدروا تختاروا اللي انتوا عايزينه. اللي انا هعمله بقى ان انا كده هضغط
من هنا كده الدايركت سيلكشن تول ويحدد الدوائر بتاعتي، وهختار الاي دروبر تول والونها باللون دوت، وهختار بعد كده الفيونكة نفسها برضو بالدايركت سيلكشن تول وهديها اللون الاحمر دوت. ممكن اديها اللون الاحمر بالشكل ده كده، ممكن وانا ضاغطه شيفت اديها اللون الاحمر ده، والفيونكة برضو اللي في النص او الدايره يعني وانا ضاغطه شيفت كده اديها اللون ده. بالنسبه للستروك بتاعي ممكن اديله اللون الفاتح ده، ودي كده بقت الفيونكة بتاعتي. بقى ميكي ماوس او الميني ماوس الصغيرين دول همشيهم كده على باليتة الالوان ديت واحدة واحدة وبالترتيب، او عادي ممكن اعمل اي ترتيب عشوائي انا عايزاه. هاجي في الاخر بس اخالف الترتيب دوت عشان عايزة اللي هنا دول ما يكونش لونهم احمر. وهنا بقى اقدر ان انا الون الحروف ديت كل حرف بلون زي ما التصميم الاصلي كده معمول، او اقدر ان انا الونهم كلهم بلون واحد. يعني مثلا انا عاجبني جدا ان هم يكون لونهم اللون دوت او اللون دوت، ممكن اديهم اللون الاحمر دوت، بس حاسه الالوان الفواتح احلى بكتير. واقدر برضو ان انا اكليك كده يمين عليهم ومن تحت هنا كده كرييت اوتلاينز، هم كده خلاص بقى اوتلاينز بالنسبه لي، واختار الدايركت سيلكشن تول ومثلا اختار حرف الاي دوت والونه مثلا احمر، حرف الام اللي بعده دوت الونه لبني، وحرف الاي دوت الونه اللون دوت. لكن انا حاسه ان هو لما كان كله لون واحد كان افضل بكتير. وده كده كان التصميم بتاعي للنهارده. التصميم دوت بقى نقدر نعمل منه ماما ماوس، بابا ماوس، براذر ماوس، سيستر ماوس، كل العيله كلها، حتى نحط بقى جراند با ماوس وجراند مام ماوس، كل العيله كلها نقدر نحطها في التصميم دوت. نقدر كمان ان احنا نغير في الالوان بتاعته، يعني مثلا بمجرد لو خليت الفيونكه ديت لونها ازرق او خليت لونها بنفسجي هلاقي ان التصميم شكله اتغير تماما. لو استخدمت باليتة الوان تانية مثلا الوان باستل هاديه هلاقي التصميم بقى شكله رقيق ومختلف جدا. فتقدروا انتوا تختاروا الالوان اللي انتوا عايزينها، وتقدروا تختاروا شكل الفيونكة اللي انتوا عايزينه. فغيروا بقى في التصميم زي ما انتوا عايزين، وبعتولي التطبيقات بتاعتكم على رسائل فيسبوك وانستجرام عشان باخدها سكرين شوت وبنشرها باساميكم في البوست الخاص بالتصميم دوت على المدونة. ولو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا تصاميم اكتر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تفعلوا الجرس وتختاروا اول، وتعملوا شير للفيديو مع اصدقائكم المهتمين. كمان تتابعونا على المدونة انستجرام وتليجرام وفيسبوك، هسيب لكم كل الروابط دي تحت في صندوق الوصف. والى اللقاء في فيديو جديد، تصميم جديد. دمتم بخير، باي باي.